هنا صوت المنتدى. صوت المنتدى بث إذاعي يأتيكم يومي الأربعاء والسبت من كل أسبوع، ومن الساعة 8 إلى 9 مساء أيام الأربعاء، ومن 9 إلى 10 مساء أيام السبت بتوقيت إريتريا. صوت المنتدى على الموجة القصيرة 15245 كيلو هرتز أو 19 متر باند، وعلى مدى 24 ساعة على القمر الصناعي النايلسات على 8 درجات غرباً، وعلى تردد 11678 بالاستقطاب الرأسي. صوت المنتدى إعلام مستقل وحوار وطني بناء. صوت المنتدى. أعزائي المستمعين، مساء الخير وأهلا ومرحبا بكم في ساعة جديدة من صوت المنتدى. معكم أمال علي لمساء هذا اليوم 8 من نوفمبر، ويرافقني في مساء هذا اليوم زميلي الأستاذ جمال عثمان همد من ملبورن. مساء الخير جمال. مساء الخير أمال، ومساء الخير المستمع والمستمعة الكريمة. أهلا بك جمال. جمال، اليوم أيضا أعزائي المستمعين يعني اسمحوا لي أن يعني أهنئ زميلي جمال عثمان حمد وأن أحتفي به معكم بكونه قد كرم في أستراليا مساء الجمعة الماضي إلى جانب عدد آخر من الإريتريين كأفضل صحفي إفريقي لعام 2014 في أستراليا. يعني جمال، يعني أولا ألف مبروك باسمي وباسم أسرة المنتدى وباسم المستمعين بالتأكيد، وحدثنا عن هذه المناسبة وكيف تم تكريمك ومن قام بهذا التكريم بشكل سريع. شكرا أمال. التكريم جاء في التقليد السنوي لولاية فيكتوريا التي تقيمه مع عدد كبير من المهتمين من الجاليات الأفريقية. نعم. وأساسا يتم فيه تكريم عدد من الشخصيات في مجالات مختلفة، وأنا تكريمي تم مع 4 إريتري هم الزميل والأستاذ ميكيل أدوناي التشكيل الإريتري المعروف، نعم. ومحمد إمام في المجالات الاجتماعية وخدمات الخدمات اللي قدمها للجاليات الإريترية، نعم. عفوا للجاليات الأفريقية بشكل عام، ونشاطه في مختلف المجالات في الولاية كمتطوع طبعا. وأيضا معي الأستاذ سامي سيد أحمد محمد هاشم. نعم. وهو صاحب شركة تهتم بالتصميم والطباعة. نعم. فنحن كنا 4 إريتري. أنا تم تكريمي كأفضل صحفي ل 2014 في ولاية فيكتوريا. نعم. التكريم طبعا حضروه عدد كبير من الشخصيات الأسترالية في حكومة فيكتوريا والمهتمين بقضايا اللاجئين واللجوء والهجرة. نعم. والتمازج الثقافي، وكان موجود وزير الولاء نفسه وعدد كبير من أعضاء الحكومة وشخصيات أفريقية، كما كان من بين الحضور السفير الأثيوبي في أستراليا. نعم. يعني هذا النوع من التكريم لك جمال أو لأي إريتري في أي مكان في هذا العالم هو إضافة للإنسان الإريتري عموما، وليعكس شخصية الإنسان الإريتري الذي يستطيع أن يتعايش يعني بكرامة في الوطن المهجر الجديد، وأن يكون معطاء من خلال إقامته، وأن يكون نموذج يعني جيد للشعب الإريتري عموما. فيعني تهنئة لك ولنا ولكل الإريتريين يعني في الداخل والخارج، وأتمنى أن يكون هذا بداية مشجعة لكل الإريتريين أن يكونوا فعالين في مجتمعات المهجر التي يعيشون فيها ويعكسون صورة الإنسان الإريتري الحقيقي التي هي امتداد للإنسان الإريتري في الداخل. فألف مبروك جمال.
شكرا أمال، شكرا جزيلا لك وللمستمع الكريم. إذن سنذهب في ساعة المنتدى جمال، وهناك فقرات متنوعة، وأيضا سألتقي بزميل آخر إعلامي هو الزميل عبد الله محمود هيابو، والذي سنتحدث معه عن تجربته المتميزة في السودان، والتي غادرها يعني مؤخرا نتيجة ضغوط كثيرة كان قد عانى منها، وسيحدثنا عن أوضاع اللاجئين في السودان وكنموذج آخر للإنسان الإريتري الذي يعني يقف في مواقفه أمام كل العقبات حتى يصل إلى هدفه. أنت جمال ماذا ستحدثنا في هذه الساعة؟ أنا هتحدث عن دور المثقف الإريتري و يعني الدور المفروض يلعبه في إعادة ترتيب الأولويات في هذا الوقت الدقيق من تاريخ الشعب الإريتري. نعم، وهذا موضوع مهم جدا. سنعود إليك جمال بعد أن نذهب إلى نشرة الأخبار. ابقى معنا وابقوا معي أعزائي المستمعين، وأهلا بكم في صوت المنتدى. صوت المنتدى. في نشرة هذا المساء، الرئيس إسياس أفورقي يضاعف وحدات الحرس الخاص. الحكومة الإريترية تمارس عقابا جماعيا على أسر الطلاب الذين رفضوا الالتحاق بالتدريب العسكري. والاتحاد الأوروبي يتخلى عن عمليات إنقاذ المهاجرين من عرض البحر. الأخبار بالتفصيل. أوضحت مصادر المنتدى محدوديات تحركات الرئيس إسياس أفورقي في البلاد، وكذلك انخراط بعض وحدات من قوات التدخل السريع ضمن الحرس الرئاسي. يأتي ذلك على أعقاب تنامي موجات الرفض في أوساط قوات الدفاع الإريترية والتذمر الشعبي لسياسات عسكرة المجتمع التي أصبحت منهجا وحيد للدولة. تشير المعلومات الواردة إلينا من داخل الوطن بأن مجموعة كبيرة من الطلاب رفضت الالتحاق بالدورة 28 للتدريب العسكري في ساوا. وعلى إثر ذلك وفي رد فعل صارم، قامت حكومة نظام أسمرة بإنزال عقاب جماعي بأسر الطلاب الذين لم يلتحقوا بهذه الدورة العسكرية. وتمثل العقاب الحكومي في التهديد والوعيد وحرمان الأسر من بطاقات صرف التموين للمواد الغذائية الأولية. هذا وقد جمعت الحكومة في 6 من نوفمبر الجاري وفي عدد من الإدارات القليل من الطلاب في استاد أسمرة ورحلتهم إلى سوا. أما الطلاب الذين رفضوا الالتحاق فما زالت تستهدفهم عبر الحملات المكثفة التي تجتاح البلاد. تخلى الاتحاد الأوروبي عن عمليات إنقاذ المهاجرين في عرض البحر رغم ارتفاع نسبة اللاجئين والفارين من الاضطهاد والنزاعات، لتعويض ذلك بمخططات أمنية لمحاربة الهجرة. وسيترتب على هذا مزيد من المآسي في وقت ترتفع فيه أعداد اللاجئين المتجهين إلى أوروبا. وقد تبنت إيطاليا القرار في أعقاب مأساة لامبيدوزا، والتي خلفت غرق أكثر من 300 إريتري دفعة واحدة، من ضمنهم أطفال ونساء هربوا من نظام الاستبداد في إريتريا. وتنتقد حكومة إيطاليا الدول الأوروبية لإحجامها عن استقبال وتحمل نفقات هؤلاء اللاجئين معها، كما تشكو إيطاليا من عدم مساهمة أي دولة من الاتحاد الأوروبي لمساعدتها في أعمال إنقاذ المهاجرين من الغرق. ولهذا أعلنت إيطاليا تجميدها لبرنامج إنقاذ المهاجرين من عرض البحر. وعلى صعيد غير منفصل، أعلن الاتحاد الأوروبي مخطط تريتون، وهو مخطط أمني بحت ويركز على مراقبة شواطئ ليبيا ومصر لمواجهة الهجرة السرية أمنياً. ولم تعلن وكالة الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي فرونتكس عن مخطط لإنقاذ المهاجرين، بل فقط محاربة الهجرة السرية. ويتضمن البرنامج الأوروبي تخصيص 7 سفن و4 طائرات للرصد وطائرة مروحية و65 ضابطا من البحرية ينتمون إلى دول مختلفة. ومخطط تريتون هو مخطط أمني لحراسة البحر وليس لعمليات الإنقاذ، وسيترتب على ذلك وقف برنامج الإنقاذ لضحايا جدد، خاصة في وقت ارتفعت فيه الهجرة بسبب سوء الأوضاع الإنسانية في العديد من دول الشرق الأوسط وإفريقيا، وخاصة إريتريا، والتي تمثل أكبر دولة طاردة لمواطنيها. ولا تتردد الجمعيات الحقوقية ومنها منظمة العفو الدولية في توجيه الاتهام إلى المفوضية الأوروبية في التسبب في مآس في عرض البحر بسياستها هذه. وبدورها تنتقد الصحافة القرار وتعتبر إهمال الاتحاد الأوروبي لإنقاذ المهاجرين
بالعمل الغير إنساني. نهاية النشرة. إذن أعود إلى زميلي جمال مرة أخرى. جمال، كنت ستحدثنا عن دور المثقف في المرحلة الراهنة. يعني ماذا تقول جمال؟ تحياتي أمال مرة أخرى، وأنا أريد أن أتكلم عن دور المثقف والمتعلم الإريتري وقادة الرأي بشكل عام نعم. حول المفروض يلعبوه خلال الفترة الموجودة فيها الآن شعبنا، وهي فترة دقيقة مهم. يتعرض فيها لكثير من المخاطر حتمس مستقبله في خلال المرحلة القادمة. نعم. آه، هذا الدور هو كان موجود من فترات طويلة وموجود أثناء مرحلة التحرر الوطني، ولكن الآن نحسه مفقود أو ما بالدور أو ما بالطريقة الملموسة الآن. هذه المساحة أنا أستهدف فيها أنه هؤلاء أو هذه الشريحة يجب يعني أن تلعب دور المعهود والمعروف عنه. في الأربعينات المثقفين والمتعلمين لعبوا دور كبير جدا من خلال المظاهرات والندوات ومقارعة الاستعمار الأثيوبي والمشاريع الدولية نعم. لفترة طويلة جدا، وأعتقد يعني دفعوا ثمن هذه المقارعة، سجن وتشريد ونفي. نعم. في الفترة بتاع الثورة طبعا أمال الشعار اللي كان مرفوع هو شعار البندقية، ولا صوت يعلو على صوت البندقية. مهم. ومرت الفترة بتاع مرحلة التحرر الوطني بما لها وما عليها. نعم. الآن المطلوب شنو؟ يعني الآن المطلوب خلال هذه المرحلة شعبنا أمال قاعد يتعرض لضغوط كبيرة جدا، وهذا النظام اللي ضاغط عليه يعني بدأ يفرز إفرازات جديدة تحتاج لجهود المتعلمين اللي يعني بيطلع لهم شعبنا المتعلمين والمثقفين لأنه يلعبوا دورهم ويحاولوا بقدر الإمكان تقديم الحلول للمعارضة الإريترية المنظمة، والحلول للمشكلات اللي قاعد تظهر بين حين وآخر. يعني مثلا هناك في اصطفاف الآن، في قوة تروج لاصطفاف ديني وطائفي وقبلي نعم. في إريتريا، بالتأكيد. وده ما جزء من نضالنا، ما جزء من تطلعاتنا، ما جزء من تاريخنا، وبالتالي التصدي له مهم جدا. السلطة الموجودة هناك أصلا هي ضد المتعلمين وضد المثقفين، وقد سجنت أعداد كبيرة منهم نعم. في السجون والمعتقلات من 10 سنوات ولورا يعني. نعم. في الخارج لسه هؤلاء الناس ما قادرين يلعبوا دور خارج التنظيمات السياسية الإريترية. يعني بالضبط. المثقف والمتعلم لازم يكون جزء من التنظيمات الإريترية لكي يلعب دور، وهذا مفهوم خاطئ، مفهوم غير صحيح. يعني المثقف والمتعلم مفروض يلعب دوره وهو خارج التنظيمات الإريترية. التنظيمات الإريترية أيضا ما قادرة تقبل إنه هذه الشريحة تلعب دورها خارج الإطار التنظيمي والتحالفي اللي تنضوي تحته. يفترض على الأقل خلال هذه المرحلة نحتاج لجهد هؤلاء الناس، وقد لعبوا يا أمال يعني أدوار مهمة جدا في تاريخ أفريقيا والعالم العربي. نعم. وفي العالم يعني أدوار قدموا فيها حلول للمشكلات اللي بيعانيها شعبهم. نعم. نحن ناسنا حتى الآن لم يتحركوا بهذا الاتجاه، وإن لم يعني مع أنه موجود استثناءات هنا وهناك، يعني في جهود بتاع أفراد، في جهود بتاع مجموعات صغيرة، لكن تظل دون المستوى المطلوب. الآن تسألين ما هو المطلوب الآن؟ نعم. المطلوب على الأقل يعني بعيد عن العمل السياسي المنظم، أخذ الورش والندوات اللي تنبه للمخاطر الترويج الطائفي، تقديم المشورة للتنظيمات السياسية. نعم. المعارضة الإريترية، والتصدي لهذه الحلول، إنه نقول لا، شعبنا تاريخه كله ما كان فيه اصطفاف. كان في مشكلات في الأربعينات، لكن ما كان في اصطفاف طائفي وصدام طائفي وحرب بين قبائل أو حرب بين طوائف أو حرب بين مسلمين ومسيحيين. نعم. ما يجمعنا الكثير.
ونحن نقول ذلك الآن. أنا يعني بدأت أخبار تتسرب عن أنه في مشاورات جارية لبعض الشخصيات اللي بيعتقدوا أنهم مثقفين وقادة رأي من أجل عقد سيمينار ثاني في أديس أبابا. نعم. السيمينار الأول كان أمال في سبتمبر 2011، وهذا السيمينار عنده بعد طائفي، لأنه الناس اللي حضروه بالاتفاق مع الإثيوبيين مع الوزير المسؤول عن ذاك اسمه سيمون برخت، حضروه جزء مسلمين وجزء يعني دير ممثلين المسلمين ودير الممثلين المسيحيين، نعم. وشوية من أعضاء التنظيمات. يعني حتى السيمينار ده غرق في مسألة تفصيلية، يعني تكلموا حول هل النظام طائفي أم ديكتاتوري، لم يقدم حلول. الآن يعاد إنتاج المسألة من جديد، وقاعد يتم انتقائية شديدة للاختيار. أعتقد هذا الدور المفروض نعم. الشخصيات نعم. اللي نحن نتوخى أنه هي شخصيات مهمة جدا ويجب أن تلعب دورها، نعم. لا تلعب هذا الدور بالاتفاق مع الإثيوبيين. نعم. يعني بعيد عن الإثيوبيين، بعيد عن الضغوط الإقليمية، بعيد عن الضغوط التنظيمية. يجب أن يلعب المثقف الإريتري دوره لكي يقدم حلول للناس. يعني عندنا مشكلات تحتاج لحلول وتحتاج نعم. لتنبيه، وفي نفس الوقت يعني هذه الورش حتفيدنا لقدام في انه عندنا مشكلة الارض. نعم. بالتأكيد. عندنا مشكلة الارض، عندنا مشكلة تغيير ديموغرافي نعم. سكاني حاصلة في الاقاليم الغربية في اريتريا. نعم. هذه المسائل كلها. عندنا مشكلات ايضا خلق النظام. نعم. هذه المشكلات تحتاج لحلول. هذه الحلول يجب ان يتصدى لها المتعلمين، ودائما الشعوب في الازمات وفي المشكلات تتطلع الى المتعلمين. نعم. نعم. تطلب منهم الحل والحلول كما نعم. اسلفنا. يعني نعم جمال، هنا يعني أريد أن أستوقفك قليلا جمال. يعني هذا موضوع جدا مهم إلى أبعد حدود في هذه المرحلة بالتأكيد. وأهم نقطة ذكرتها أن يكون المثقف الإريتري قريب من قضايا ويطرح لها الحلول بمعزل عن أي تأثير لقوى خارجية في هذا المجال. أيضا هناك يعني نقطة برأيي مهمة جدا قد تفلت من نحن نتعشم فيهم كمثقفين وكمتعلمين إريتريين، وهو أنهم لا يقارعون الخطاب السلطوي يعني الحكومي المثقف بين قوسين كما يطرح هناك في الجانب الآخر، الذي يصدر يعني معلومات ومفاهيم تغذي يعني عقول الشباب يعني بأشياء يعني خاطئة وغير حقيقية من أجل بقائه في السلطة. فأين هو المثقف اليوم من مقارعة هذا الخطاب السلطوي؟ يعني هذا أيضا موضوع جدا مهم، والمفروض أن يعني يتنبه له المثقف الإريتري في لعب هذا الدور. جمال. نعم، زي ما قلنا أولا نعيد أنه لا، المثقف ما بالضروري يكون صالح. يعني ما في مثقف مرتبط بالسلطة، في بالتأكيد. مثقف مرتبط بمشاريع بحزب ما من يعني مشاريع يعني ما هي من يعني أو طموحاته الفردية أيضا يعني بالضبط. في الظهور وغيره. يعني نعم. نعم. لكن الشيء المهم انه هؤلاء الناس اللي موجودين في الداخل ويحاولوا يروجوا لسلعة النظام هم ناس يعني بضاعتهم يعني ليست بهذه القوة. يعني طرحهم هش يمكن تفكيكه بسهولة. نعم. التصدي لهم يمكن يكون بسهولة. فقط احنا الناس الموجودين المثقفين المتعلمين الموجودين في الخارج يفتقدوا إلى الاتصالات والتنسيق نعم. يعني نعم. والترابط. نعم. إذا وجدت هذه المسألة فأعتقد هم قادرين للعب هذا الدور. وفي نماذج جيدة جدا يعني تعرضت أو قدمت حلول في المشكلات. واعتقد يعني تحريك مثلا زي تحريك ملف حقوق الانسان، زي تحريك زي طرح الافكار بين فتره واخرى زي ما يفعل مثلا الدكتور تصفيات جو مدحاني الى اخره. هذه اعتقد حلول في النهايه حلول فرديه. نحتاج فقط يعني شويه تنسيق لحركه من هؤلاء المثقفين والمتعلمين، ونحن كرجال اعلام علينا بابراز هذا والتصدي للآلة نعم. الاعلاميه الهشه نعم. اللي يطلقها النظام، وهي آلة هشة فقط. يعني تحتاج لبعض الجهود
لتفكيكها يعني ليس إلى. نعم، نعم، نعم. بالتأكيد. يعني نتمنى أن يصل صدى هذا الموضوع سواء طُرح هنا أو في منابر أخرى للمعنيين بهذا الأمر، وأن نرى يعني مزيد من التفاعل المباشر مع قضايا الواقع السياسي الراهن من أجل التغيير الديمقراطي. جمال، أشكر لك مساهمتك في هذا الأسبوع. جمال، قبل أن أودعك، هل إذا أحببت أن تضيف أي شيء قبل أن ننتقل إلى فقرة أخرى من البرنامج؟ فقرة صغيرة أحب أوضحها، إنه المثقف الإريتري عليه أن يلعب، أو المتعلم الإريتري عليه أن يلعب دوره بعيد عن العمل السياسي والتنظيمي اليومي المشغولة به المعارضة الإريترية. هو أصلا بيشتغل في المكان الوسط ما بين المجتمع وبين التنظيمات والقوى السياسية، سواء كانت حاكمة وغير حاكمة. يعني لو ابتعد بتكون عنده فرصة لتقديم الحلول. أيضا على التنظيمات الإريترية أن لا تتغول على هذا الدور، وأن تعطي أو أن تسمح، أو خلينا نقول لهذا المتعلم والمثقف المساحة الضرورية للعب دوره. لو تكاملت الحاجتين دي أعتقد يعني خلال مرحلة بسيطة جدا يمكن التصدي للآلة الإعلامية للنظام، ويمكن أيضا تقديم الحلول والمقترحات التي تساعد شعبنا في هذه المرحلة أو ما بعد سقوط أو زوال النظام في أسمرة. نعم، نتمنى ذلك. شكرا لك جمال، إلى أن ألتقيك في الأسبوع القادم. كن بخير وإلى اللقاء.
جاخني فتاو لمسو عايق عامني سبي سبي بجب عاكني وانا يتيلو حماي تكني تتباح تيلو كمخني حتى تتباح تيلو كمخني وردان دعوة حتى وننسى وردان دعوة حتى وننسى تعسيبك لغاك يا قعان تعسيبك لغاك يا قعان استلوب اهتنين بعاد هاي تبدع في وردك معاد كبدون عبات نساح زمن كبدون عبات نساح لوم يحسوا حتى مدالوي لوم يحسوا حتى مدالوي بدي القناة سأن حدا حوي سأنا يا سأن حدا حوي صباحنا عاد صباح التمر هوي صباحنا عاد صباح التمر هوي زخيمة بركوت خانتي لعل ايام نحر الناقتي هاي من ترى سلتي لاي من ترى نفتي صوت المنتدى. أعزائي المستمعين، أهلا بكم وأرحب بكم مجددا في حوار المنتدى. ومعي اليوم في هذا الحوار الأستاذ عبد الله محمود هيابو، وهو ناشط سياسي وإعلامي وناشط في مجال حقوق الإنسان وكاتب معروف بإسهاماته العديدة. الأستاذ عبد الله محمود هو خريج جامعة الخرطوم كلية العلوم، ولكنه فيما بعد تحول إلى العمل الإعلامي من خلال تأهيله عبر دورات إذاعية وصحفية متعددة، وله مشاركات عدة في مؤتمرات تعنى بحرية التعبير في كل من اوغادوغو، دكار، باماكو. وهو عضو بمنتدى الصحفيين الأفارقة وجمعية الصحفيين البيئيين الأفارقة، وعضو في شبكة الصحفيين الأفارقة لحقوق الإنسان، وكذلك هو عضو مؤسس للمركز الإريتري للخدمات الإعلامية وموقع أدوليس. أهلا بك أستاذ عبد الله، وأشكر لك قبول دعوة صوت المنتدى. أهلا وسهلا أستاذ عمال. بداية أشكر الإخوة وأشكر أسرة إذاعة صوت المنتدى على هذه الاستضافة الكريمة، وأحيي المستمع الكريم وآمل أن أقدم ما يفيد إن شاء الله. إن شاء الله. أستاذ عبد الله، يعني باعتبارك ناشط وصحفي، ما هي الأسباب التي دفعتك إلى مغادرة السودان؟ دعنا نبدأ من هناك. الأسباب التي دفعتني لمغادرة السودان، بداية طبعا لابد أن نبدأ الحديث بالنشاط الإعلامي الذي قمنا به عبر نافذة المركز الإريتري للخدمات الإعلامية وموقع ونافذته موقع أدوليس ونوافذه المختلفة، مثل المشاركة في الصحف اليومية السودانية وإصدار المجلات وغيرها من المناشط.
كان هنالك نشاط كثيف نشاط إعلامي كثيف للمركز خلال الفترة من 2004 حتى 2008 إلى حين إغلاق عمل المعارضة بالخرطوم نتيجة الاتفاق بين النظامين الإريتري والسوداني. بعد ذلك بدأ مسلسل التضييق على كل النشاط المعارض، وعلى رأسه النشاط الإعلامي. وعلى هذا الأساس كان لنا نصيب من هذا التضييق، ونصيب كبير، حيث أغلق مقر المركز وحظر نشاطه. ولكن رغم حظر النشاط ظللنا نواصل نشاطنا عبر الموقع الإلكتروني وعبر النوافذ المختلفة وعبر النوافذ الإعلامية المتاحة، إلا أن السلطات أيضا نتيجة لعلاقاتها الأمنية الوثيقة مع النظام الإريتري قامت أيضا يعني باعتقال أولا الزميل جمال عثمان همت، وأنا أحييه من هذا المقام تحيتي إليه في مقره في ملبورن. ثم بعد عام تم اعتقاله أيضا لفترة تجاوزت الأسبوعين، قرابة 20 يوما. وكان هذا السبب الذي دفعني لمغادرة السودان. حتى بعد فترة الاعتقال تلك تعرضت لمساءلات واستدعاءات عديدة. فكان لابد من مغادرة السودان حتى أستطيع أن أجد مناخا آمنا سالما نستطيع أن نواصل فيه رسالة الإعلامية ونشاط السياسي. ولم يكن بمقدوري مواصلة هذا النشاط في السودان، ولهذا آثرت المغادرة. لم تكن الأسباب المعيشية هي يعني كتصوير الأسباب المعيشية هي السبب في المغادرة بقدر ما كان الوضع الأمني والوضع السياسي الضاغط في السودان. نعم، يعني إذا أستاذ عبد الله أنت نموذج لما يعانيه الإريتريون الذين يعني يعارضون النظام أسمرة بصوت عالي عبر منابر إعلامية وغيره، والتضييق الذي يعانون منه نتيجة التعاون بين حكومتي أسمرة والخرطوم. وأنت عايشت أستاذ عبد الله عن قرب معاناة الإريتريين، هل لك أن تعكس لي على شكل المعاناة التي يمر بها يعني اللاجئ الإريتري إضافة إلى ظروف يعني اللجوء التي هي قاهرة وصعبة؟ معاناة اللاجئ الإريتري في السودان هي معاناة يعني سلسلة من المعاناة العمليات يعني التضييق المتشابكة والمعقدة. تبدأ من المعاناة في معسكرات اللاجئين. في معسكرات اللاجئين يحظر ممارسة أي نشاط سياسي أو حرية تعبير أو أي تجمع سياسي. وأيضا يحظر حتى المطالبة بالحقوق الأساسية البسيطة، كما حدثت في معسكر الشغراب. حدث في معسكر الشغراب خلال قبل أكثر من عامين تقريبا، عندما تجمع مجموعة من اللاجئين للمطالبة بحقوقهم ولمناهضة قضية الإتيان البشر. تم اعتقال جميع النشطاء وتم يعني تعرضوا لمساءلات من قبل الأجهزة المختصة. فالأوضاع يعني في بالنسبة للاجئين في السودان، خاصة ما يتعلق بحرية التعبير وحرية التجمع وحرية التنظيم، يعني فيها قدر من العنت، قدر كبير من التضييق. وطبعا بما لا يتناسب مع أوضاعهم ومع يعني المواثيق الدولية المرئية، حيث أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في المادة رقم 19 نص على ضرورة حرية التعبير. وهذين الإعلان العالمي والسودان وكل الدول تقريبا موقعة على هذا الإعلان وعلى هذه العهود. بهذا يعني هذا يعتبر انتهاك صريح للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي ولكل الشرائع السماوية. نعم. هناك دائما يعني تعاون بين الحكومات وتنسيق أمني كحكومة أسمر وحكومة الخرطوم لقمع يعني الأصوات المعارضة في البلدين ضمن سياسة يعني الاستقواء ببعض من مصالح مشتركة. ولكن على نفس المستوى لا نرى إطلاقا تعاون بين القوى التي تسعى إلى التغيير والتي تنادي بالحريات في هذه البلدان مثلا. يعني كيف تعكس لنا على واقع يعني القوى التغيير في السودان وتعاملها أو رؤيتها لواقع الإريتريين الموجودين في السودان؟
هل هناك أي نوع من التعاون، من الاهتمام بأي شكل من الأشكال، حتى وإن لم تستطع أن تعكسها بشكل علني؟ حسب متابعتي لا علاقة بين قوى التغيير في السودان أو في إريتريا، لا علاقة البتة، وذلك لتعارض المصالح بين قوى التغيير هنا وقوى التغيير هناك، وباعتبار أن بعض قوى التغيير في السودان تنطلق من أسمرة وتحظى بعلاقات إيجابية مع النظام في أسمرة، ولهذا لا تستطيع بناء علاقات إيجابية مع المعارضة الإريترية. نعم. وبالمقابل أيضا المعارضة الإريترية في فترة من الفترات كانت تحظى بعلاقات إيجابية مع النظام في الخرطوم قبل أن يتم إغلاق مقراتها وحظر نشاطها المعارض. نعم. ولذلك هنالك أزمة ثقة بين الجانبين، وحسب متابعتي فإمكانية مد جسور الصلة بين الطرفين متعذرة على الأقل في الوقت الحالي. نعم. نعم. ننتقل إلى يعني محور آخر، وهو واقع الإعلام على مستوى الحكومة الإريترية وعلى مستوى المعارضة. هناك في الداخل لا يوجد حريات صحفية كما قلنا، ولا يوجد إعلام غير الإعلام الحكومي المضلل والقمعي، وعلى مستوى المعارضة هناك يعني إعلام يحاول إيصال رسالة معارضة. كيف ترى، كيف تقرأ واقع الإعلام الإريتري اليوم؟ إذا تناولنا الإعلام الرسمي أو الإعلام الحكومي فهو إعلام يعني إعلام مأزوم، إعلام لا يعبر عن دولة بقدر ما هو يعبر عن عصابة حاكمة، والرسالة الإعلامية التي تحاول النظام بس هي رسالة إعلامية مشوشة، أهدافها غير واضحة. وكما هو معلوم في النظام عام 2001 قام بإغلاق جميع الصحف المستقلة، وقام بكتم الصوت المعارض، وقام باعتقال الصحفيين. ومنذ ذلك الحين هنالك يعني قناة واحدة وإذاعة واحدة وصحيفة واحدة، وهي كلها تتنفس برعاية الحكومة، لا صوت يعلو فوق صوت الحكومة، ولا صوت يسمح له ليغرد خارج سرب الحكومة أو خارج سرب النظام. نعم. يعني بالأحرى لأنه مصطلح الحكومة لا يمكن أن ينطبق على المجموعة القائمة في أسمرة. نعم. فيما يتعلق بواقع الإعلام المعارض فإن المنطلق الأساسي للإعلام المعارض هو قضايا الحريات وحقوق الإنسان والمظالم والانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الإريتري في الداخل والخارج، وهي قضايا مبدئية، إلا أن القوالب التي يعبر بها الإعلام المعارض عن هذه القضايا هي قوالب يشوبها قصور كبير، ويعني لا توصل الرسالة بشكل واضح وبشكل يصل المتلقي يعني بشكل يعني واضح، ما فيها زي ما قلت قصور كبير يعني. نعم. الإعلام المعارض يحتاج إلى الكثير من الجهود لترقيته ولإيصال الرسالة بصورة واضحة للمتلقي اللي هو مختلف فئات الشعب الإريتري، وأيضا الشعوب المحبة للعدالة والسلام. نعم. نعم. يعني أستاذ عبد الله، نحن هنا دائما نحاول يعني أن نعكس على الصورة، وأن نحاول أيضا أن يعني نقرأ الأدوار المهمة والفعالة التي يمكن أن تلعب دور في يعني تفعيل الخطاب الإعلامي وتفعيل الخطاب السياسي على مستوى الساحة المعارضة الإريترية. وهناك غياب، واليوم نحن نركز على غياب دور المثقف الحقيقي المعني في صياغة خطابه الإعلامي أو السياسي من أجل يعني التهيئ الصحيح لمرحلة التغيير الذي نعمل كلنا من أجله. كيف ترى أنت، كيف تقرأ يعني دور المثقف الإريتري المعني؟ يعني ما هي ملاحظاتك، ما هي قراءاتك، كيف ترى؟ بصراحة كده دور المثقف يعني شبه غايب عن الساحة، وإن وجد فهو يعني دوره غير إيجابي بشكل عام يعني. نعم. نجده في الغالب ينشط في أوقات الأزمات، في أوقات التهاتر، في أوقات تشهد فيه الساحة أزمات كبيرة، ونشاطه في الغالب نشاط سلبي وليس نشاط باني. من المفترض أن يكون المثقف بتجسير الهوة بين السياسيين وبإزالة أو بلعب دور الوساطة حين الخلافات. نعم. هناك أيضا موضوع مهم أستاذ عبد الله، يعني
وأنت كنت تعيش في السودان، وهناك عدد هائل من الشباب الإريتري اللاجئ الموجود في السودان، وهناك غياب كما قلنا لدور المثقف، الدور التعبوي، الدور الذي يحفز الشباب على الانخراط وأن يكونوا قوة فعالة في عملية التغيير. يعني حدثنا قليلا عن واقع الشباب هناك في السودان، شبابنا اللاجئ هناك. الشباب اللاجئ في السودان ينقسم إلى عدة مجموعات. هنالك اللاجئين الذين قدموا إلى السودان في الفترات المتأخرة ما بعد 2005. نعم. وهذه فئة مختلفة من الشباب. هي يعني في الأساس يعني كانت عملت في صفوف النظام، وعندما خرجت إلى الخارج لم تلتحق بأي صف معارض، وكان همها الأول والأخير هي الخروج من البلاد وترفض الانخراط في أي نشاط سياسي، خاصة عندما هي تكون مقيمة في السودان، ربما يكون بسبب الأوضاع الأمنية الضاغطة، أو ربما يكون بسبب عدم قناعتهم بأنشطة المعارضة الإريترية، أو ربما لخلفيتهم المتعلقة يعني بالنظام الحاكم. هنالك عدد من الأسباب التي تجعل هؤلاء الشباب لا ينخرطون في العمل المعارض. أما بخصوص الشباب الذين نشأوا في السودان وتربوا فيه أو ربما ولدوا فيه، فهؤلاء الجزء اليسير منهم منخرط في عمل المعارضة، أو بالأحرى مواكب لعمل المعارضة، وربما ينشط في المعارضة المنظمة أو غير المنظمة، وله موقف واضح من النظام. أما الجزء الأكبر فهو يعني غير منخرط في عمل المعارضة، سواء كان بشكل منظم أو غير منظم، وليس لديه نشاط معارض، ويحتاج إلى مجهود كبير ل يعني دمجه في الهم الوطني. نعم. نظرا لأن ربما يكون البعض منهم ينشغل بالأوضاع في السودان. نعم. وهذا أصبح خصما عن القضية المحورية والأساسية المتعلقة بقضية الشعب الإريتري. نعم. فهنا يجب أن يبرز دور المثقف في رص صفوف هؤلاء الشباب، ويعني عكس قضية الشعب الإريتري بشكل واضح، والمظالم التي يتعرض لها الشعب الإريتري بشكل واضح. ويجب أيضا يعني أن يعمل المثقف يعني بشكل علمي وبشكل منهجي كيفية أن ينخرط الشباب في العمل المعارض بشكل عام، ليس بالضرورة بشكل يعني حزبي أو تنظيمي. نعم. كذا. نعم. وإنما بشكل عام يعني ينشط في كيفية تعريض النظام، كيفية استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة، وكيفية التواصل مع الداخل. هنالك الكثير مما يمكن أن يفعله الشباب في السودان، إلا أن هنالك يعني قصور كبير في هذا الجانب، وهذا القصور هو بسبب يعني غياب دور المثقف في تهيئة هؤلاء الشباب وربطهم بالهم الوطني. نعم. نعم بالتأكيد. وهناك أيضا كما نعلم جميعا يعني التعدد التنظيمي، ووجود يعني حالة من الإحباط ضمن صفوف المعارضة أيضا لا يستقطب الكثير من الشباب والمثقفين في أن يكونوا فعالين في هذه المرحلة كما نعلم جميعا. يعني أنت ترصد عبر أيضا وسائل التواصل الاجتماعي حركة التيار المعارض عموما. يعني برأيك يعني دعنا نتلمس يعني إلى حد ما هي الإشكالات الأساسية التي يعني نعاني منها نحن في العمل المعارض برأيك؟ هنالك أكثر من نوع للعمل المعارض، أو أكثر من جانب للعمل المعارض. هنالك جانب المعارضة المنظمة المتمثلة في التنظيمات والفصائل السياسية بمظلاتها المختلفة، أو التنظيمات المنفردة خارج المظلات. هذه الإشكالية الأساسية والمحورية فيها، وهي الخلافات الداخلية التي تأخر في صفوفها، خاصة على مستوى المظلات المعارضة الكبيرة. نعم. التي شهدت يعني في فترات مختلفة يعني خلافات يعني أقعدتها عن أداء أو عن القيام بالدور المنوط بها، وهذا أدى إلى عدم التفاف الشباب أو معظم المثقفين والشباب ومعظم القواعد، عدم التفافها حول هذه المظلات أو حول حتى الفصائل التي تنضوي تحت هذه المظلات بشكل عام. نعم. هنالك أيضا النوع الثاني من العمل المعارض، اللي هو العمل المعارض غير المنظم،
الذي يتخذ من وسائل التواصل الاجتماعي أو من المنابر المتعددة. وهذا أيضا يعني قام بدور كبير في فترة من الفترات، إلا أن دوره خلال الفترات الأخيرة بدأ ينحسر بسبب غياب التنظيم الفاعل وتعدد الواجهات الشبابية، أو غياب التأطير الفاعل وغياب التخطيط لهذا العمل. نعم أصبح يوما بعد يوم يشهد انحسارا كبيرا، وأيضا انتشرت يعني الخلافات الغير موضوعية أيضا وسط الشباب، فأصبحوا هم الوجه الآخر للفصائل السياسية. نعم عموما يعني العمل المعارض بشكل عام لا يسر الصديق، ويحتاج الكثير من المجهود لتطويره والدفع به إلى الأمام. نعم نعم بالتأكيد. أستاذ عبد الله، يعني سؤال أخير أود أن ألقي الضوء عليه قبل أن نختم حوارنا معك. يعني ما هي أسس أو مقومات النظام الخطاب الحكومي برأيك؟ في تقديري النظام يعني بشكل عام لا يحظى بتأييد كبير وسط الشباب. نعم معظم الشباب الذين يشاركون في أنشطته لديهم أهداف مختلفة. الهدف الأساسي هو أن النظام ربما يهددهم بوجود أفراد مسرهم هناك، وأنهم إذا لم ينخرطوا في هذه المناشط فسوف لا يسمح لهم بالدخول هنالك، وربما يتعرضوا لبعض الإشكالات إذا دخلوا هناك. من هنا يأتي يعني المشاركة الكبيرة لبعض الشباب في مناشط الحكومة أو مناشط النظام. وفي اعتقادي هذا لا يعكس تأييد النظام وسط هذه الشريحة. نعم بالعكس، هذه الشريحة هي شريحة مناهضة، لأنها أكثر الشرائح تضررا من وجود هذا النظام عبر الخدمة القسرية غير المحددة بسقف زمني، التي أهدرت مستقبل هؤلاء الشباب وأودت بهم إلى جحيم اللجوء والهجرة غير الشرعية. وأيضا تعرض الشباب يعني إلى يعني انتهاكات بواسطة عصابات الإتجار بالبشر. نعم وكل هذا المنبع الأساسي لهذه الإشكالات هو بسبب معاملة النظام لهذه الشريحة الهامة. فالحديث عن أنها معظمة وأن هنالك تأييد كبير للنظام وسط شريحة الشباب في تقديري تنقص بالدقة. أنا أعتقد أن هذه الشريحة هي أكثر شرائح تهيئة أو هي مهيئة لمواجهة هذا النظام ولمنازلته، فقط إذا وجدت من يوجهها التوجيه السليم ويراها الرعاية الجيدة. وأعتقد أن الأوضاع وسط الشباب مواتية. أيضا يجب أن نزيل المخاوف التي يبثها على النظام وسط الشباب عن أن الشباب إذا عارضوا هذا النظام أو قاموا بأي نشاط معارض ربما يتعرضون لإشكالات في الدول التي يقيمون بها، أو ربما يتعرض أسرهم لإشكاليات. نعم إذا استطعنا أن نرتقي بالشباب وإلى هذا الفهم ونزيل عنه هذه المخاوف، في القطع سيقومون بالدور الكبير في مواجهة النظام. نعم. في نهاية هذا اللقاء أستاذ عبد الله، وأنت الآن في مكان آمن بعيدا عن القبضات الأمنية لهذه الأنظمة التعسفية والديكتاتورية، وأنت ناشط سياسي وإعلامي، ما هي يعني الأشياء التي تحب أن تعكس عليها من الآن فصاعدا من خلال نشاطك وعملك في المجال الإعلامي؟ أولى هذه الأشياء التي أود أن أقول بها خلال وجودي في مقري الجديد هي استئناف النشاط الإعلامي بشكل واسع على مختلف الجبهات، سواء كان الإعلام المستقل أو الإعلام المنظم، والاستفادة من الإمكانات المتوفرة في هذه البلاد وسقف الحريات المرتفع. نعم. للقيام بالعمل الإعلامي بشكل علمي وبشكل منهجي، والاستفادة من الوسائل الإعلامية المختلفة في هذه البلاد، من الإذاعات لفصائل لمعارضة تابعة لدول أخرى يمكن الاستفادة من وسائلها وطريقتها، ويمكن أن ينشط الإنسان وينشط المرء في هذا الاتجاه يعني. نعم. بالإضافة إلى زيادة التحصيل العلمي والأكاديمي في مختلف المجالات، هذا ما يمكن أن أقوم به خلال الفترة الأولى. نعم. وأيضا من خلال تقييمي الأوضاع في هذه البلاد يمكن أن أستطيع أن أمضي بالرسالة الإعلامية نعم.
الأمان. نعم. أستاذ عبد الله هيابو، أشكر لك وجودك معنا في صوت المنتدى اليوم ومشاركتك لنا تجربتك في العمل الإعلامي ومن خلال معاناتك أيضا كصحفي أثناء وجودك في السودان، وأتمنى لك إقامة طيبة وأتمنى لك كل التوفيق في مكان إقامتك الجديد، وإلى أن نلتقي معك في مجالات أخرى. شكرا لك وأهلا بك. شكرا أستاذ أعمال، وشكرا لأسرة إذاعة صوت المنتدى على إتاحة هذه الفرصة، ونلتقي إن شاء الله في مرات قادمة حول موضوعات مختلفة بإذن الله، وتحياتي للمستمع الكريم. شكرا لك جزيلا. يا هلا، تحياتي. الفرح البيت كنا مريود يسلم عليهن، كان قالوا طولنا المريودي دار الصعيد جنة مريودي. زارعينه في خلا المريودي صب الخريف سكاه مريودي، يوم قلبي طراه المريودي بيزيد عذاب الجا مريودي. قميرة بيريدة مريودي عال يوم بعيدة مريودي وتنتمد إيدة مريودنا ريتي بيزيدة مريودي. الفرح المتكي من قلبي ليه بنشكي مريودي، عاينت ليه بنبكي المريودي بحالي ليه بنشكي مريودي. الفرع البيت كنا مريودي يسلم عليهن مريودي، كان قالوا طولنا المريودي دار الصعيد جنة مريودي.
صوت المنتدى. في نشرة هذا المساء، الرئيس إسياس أفورقي يضاعف وحدات الحرس الخاص. الحكومة الإريترية تمارس عقابا جماعيا على أسر الطلاب الذين رفضوا الالتحاق بالتدريب العسكري. والاتحاد الأوروبي يتخلى عن عمليات إنقاذ المهاجرين من عرض البحر. الأخبار بالتفصيل. أوضحت مصادر المنتدى محدوديات تحركات الرئيس إسياس أفورقي في البلاد، وكذلك انخراط بعض وحدات من قوات التدخل السريع ضمن الحرس الرئاسي. يأتي ذلك على أعقاب تنامي موجات الرفض في أوساط قوات الدفاع الإريترية والتذمر الشعبي لسياسات عسكرة المجتمع التي أصبحت منهجا وحيد للدولة. تشير المعلومات الواردة إلينا من داخل الوطن بأن مجموعة كبيرة من الطلاب رفضت الالتحاق بالدورة 28 للتدريب العسكري في ساوا. وعلى إثر ذلك وفي رد فعل صارم قامت حكومة نظام أسمرة بإنزال عقاب جماعي بأسر الطلاب الذين لم يلتحقوا بهذه الدورة العسكرية. وتمثل العقاب الحكومي في التهديد والوعيد وحرمان الأسر من بطاقات صرف التموين للمواد الغذائية الأولية. هذا وقد جمعت الحكومة في 6 نوفمبر الجاري وفي عدد من الإدارات القليل من الطلاب في استاد أسمرة ورحلتهم إلى ساوا. أما الطلاب الذين رفضوا الالتحاق فما زالت تستهدفهم عبر الحملات المكثفة التي تجتاح البلاد. تخلى الاتحاد الأوروبي عن عمليات إنقاذ المهاجرين في عرض البحر رغم ارتفاع نسبة اللاجئين والفارين من الاضطهاد والنزاعات، لتعويض ذلك بمخططات أمنية لمحاربة الهجرة. وسيترتب على هذا مزيد من المآسي في وقت ترتفع فيه أعداد اللاجئين المتجهين إلى أوروبا. وقد تبنت إيطاليا القرار في أعقاب مأساة لامبيدوزا والتي خلفت غرق أكثر من 300 إريتري دفعة واحدة، من ضمنهم أطفال ونساء هربوا من نظام الاستبداد في إريتريا. وتنتقد حكومة إيطاليا الدول الأوروبية لإحجامها عن استقبال وتحمل نفقات هؤلاء اللاجئين معها، كما تشكو إيطاليا من عدم مساهمة أي دولة من الاتحاد الأوروبي لمساعدتها في أعمال إنقاذ المهاجرين من الغرق. ولهذا أعلنت إيطاليا تجميدها لبرنامج إنقاذ المهاجرين من عرض البحر. وعلى صعيد غير منفصل أعلن الاتحاد الأوروبي مخطط تريتون، وهو مخطط أمني بحت ويركز على مراقبة شواطئ ليبيا ومصر لمواجهة الهجرة السرية أمنياً. ولم تعلن وكالة الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي فرونتكس عن مخطط لإنقاذ المهاجرين، بل فقط محاربة الهجرة السرية. ويتضمن البرنامج الأوروبي تخصيص 7 سفن و4 طائرات للرصد وطائرة مروحية و65 ضابطا من البحرية ينتمون إلى دول مختلفة. ومخطط تريتون هو مخطط أمني لحراسة البحر وليس لعمليات الإنقاذ، وسيترتب على ذلك وقف برنامج الإنقاذ لضحايا جدد، خاصة في وقت ارتفعت فيه الهجرة بسبب سوء الأوضاع الإنسانية في العديد من دول الشرق الأوسط وإفريقيا وخاصة إريتريا، والتي تمثل أكبر دولة طاردة لمواطنيها. ولا تتردد الجمعيات الحقوقية ومنها منظمة العفو الدولية في توجيه الاتهام إلى المفوضية الأوروبية في التسبب في مآس في عرض البحر بسياستها هذه، وبدورها تنتقد الصحافة القرار وتعتبر إهمال الاتحاد الأوروبي لإنقاذ المهاجرين بالعمل الغير إنساني. صوت المنتدى. أعزائي المستمعين، في ختام ساعة هذا المساء أشكر لكم حسن متابعتكم لنا، إلى أن نلقاكم في الأسبوع المقبل. لكم تحياتي أنا أمل علي وفريق العمل، وإلى اللقاء.